بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم. باشمهندس باسم هشام معاكم، والنهارده معانا موضوع جديد من ضمن الموضوعات الخاصة بسوليد وركس اسمبلي، ألا وهو الاسيد بابلشر أو تحت مسمى الفاسيلتي لاي اوت عموما. وطبعا الموضوع ده هيسرع شغلك بشكل كبير جدا لو انت بتعمل لاي اوتس كتير. الموضوع بتاع الاسيد بابلشر ده هيسرع شغلك بشكل كبير جدا، وهيخلي الموضوع سهل معاك مهما كان الفاسيلتي لاي اوت. طبعا انا في 3 حاجات عايز اقولهم في الاول. اول حاجه يا باشمهندس، ما تنساش ان انت تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان تساعد ان احنا ننشر المعلومات دي لاكبر عدد ممكن. النقطه التانية، بما اننا هنعمل الاسيد بابلشر ده فاحنا هنعمل لاي اوت، وده طبعا لازما ان انت تكون بتعرف ازاي تستخدم اللارج اسمبليز. واحنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات، انا سبت فيديو انا كنت عامله قبل كده زمان، سبته في البلاي ليست ده مخصوص باللارج اسمبلي وازاي تتعامل مع اللارج اسمبلي وازاي تحسن البرفورمانس بتاع اللارج اسمبلي. ده فيديو مهم جدا. النقطة الثالثة اللي عايز اتكلم عليها هي فكرة ان في دلوقتي درايف وركس كوميونتي. انا سايب اللينك في الديسكريبشن، تقدر حضرتك تدخل على الدرايف وركس كوميونتي للناس اللي مهتمه بدرايف وركس. الموضوع ان شاء الله بعد كده هيكون في الناس شغالين في شركات كتير هيبداوا يتكلموا ويعرضوا افكارهم ويعرضوا المشاكل اللي بيتعرضوا لها، فطبعا هيكون كوميونتي مخصوصه بالدرايف وركس يعني والاخبار والناس اللي مهتمه بدرايف وركس بس. اتمنى ان حضرتك تشرفنا في الكوميونتي، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. ندخل على طول في الموضوع يا باشمهندسين. الفاسيلتي لاي اوت او الناس اللي شغاله في فكره اللاي اوت، انت بتقدر تحول اي كومبوننت او اي بارت او اي اسمبلي لحاجه اسمها اسيت. الاسيت ده يا باشمهندس ببساطه شديده بيكون متعرف فيه بعض الاوبشنز او بعض المعلومات دي بتساعدك ان انت تسرع عمليه الميت. لو انت فاكر كده الميت ريفرنس اللي احنا كنا واخدينه في الكومبوننت، وكنت فاكر ان احنا كنا بنعمل ايه في الميت ريفرنس، بس برضو كان الموضوع صعب ان انت بتعرف اللي هو الاوبشن الاولاني والتاني والتالت. هنا الموضوع اسهل بكتير جدا جدا، وهيسرع حوار ان انت تبني اللاي اوت بشكل سريع جدا. انا عارف ان انا طولت عليكم، فيلا على طول ندخل في الموضوع. هتدخل حضرتك على التولز، عندك حاجه اسمها الاسيت بابلشر. بما اننا عايزين نعمل اسيت، فالتول دي بتساعدك ان انت تعمل الاسيت عن طريق اللي هي التول اللي اسمها الاسيت بابلشر. هندوس عليها، هيبدا يسالك بعض الاسئله. اول حاجه، ايه الجراوند بلين؟ من المتوقع ان انت تعمل ميت للكونفاير ده ازاي؟ طبعا من المتوقع ان احنا نعمل له ميت على الارض، فهو هيمسك من الفيس اللي هو السفلي اللي تحت الليج ده. فالجراوند بلين بالنسبه لك في الاسيت اللي انت بتعمله هو الجراوند بلين فيس ده، صح كده؟ يعني اول ما تحط الاسيد ده على الارض هيلزقوا في بعض كده، تمام؟ بالدايركشن ده يعني. فكده احنا الدايركشن مظبوط. طبعا تقدر تعمل له ريفرس من هنا لو حضرتك حابب. بعد كده بنعرف حاجه اسمها الكونكشن بوينت يا باشمهندسين، او الكونكتور. الكونكتور ده هو النقطه اللي هيتوصل منها للكونفاير اللي بعده. مثلا احنا عندنا خط كونفاير، والكونفاير ده من المتوقع ان هو طبعا هيبقى على الارض وكله هيبقى في ارتفاع واحد، وكل الكونفايرز دي هتكون متصله من نقط معينه. يعني انا مثلا لو انا هحط بار تاني جنب ده كده، فطبعا هيكونوا متصلين من النقطه دي، فاهم؟ يعني النقطه دي هتكون مشتركه في الكونفاير اللي بعده كمان. عشان كده لما نيجي نعمل الكونكشن بوينت، كل اللي حضرتك هتعمله ان انت بتختار فيس، وبعد كده تختار نقطه عشان يبقى هي دي النقطه الكونكشن بوينت بتاعتك مع الكونفاير التاني، تمام؟ هندوس رايت كليك، او ممكن تروح تدوس اد كونكتور هنا عشان يضيف ان ده اول كونكتور. وزي ما انت شايف هو ضاف لك هنا اول كونكتور، وكده ده لما يكون في كونفاير تاني وكونفاير تاني ده ناحيه اليمين، هما الاتنين هيلزقوا في بعض بالشكل ده، تمام؟ خلينا نضيف بقى الناحيه التانيه كمان. فهنيجي ندوس على الفيس، انا اسف، ندوس على الفيس وبعد كده ندوس على البوينت. اوتوماتيك يا باشمهندس هيعمل ان دي الكونكشن بوينت. لو انت دوست رايت كليك اوتوماتيك هيعرف ان دي الكونكشن بوينت. طبعا هما الاتنين دول لان انت نفس الاسمبلي ممكن تستخدمه مره يمين ومره شمال، فالكونكشن بوينت هنا كده هتساعدك ان انت تطبق الفكره اللي انت عايزها. محتاجين نضيف كونكشن بوينت تانية يا باشمهندسين في منتصف الايدج دي، ودي الطريقه التانية اللي احنا بنضيف فيها الكونكتور. ان انت تعلم على الفيس وبعد كده تعلم على ايدج معينه وندوس رايت كليك، زي ما حضرتك شايف بيضيف الكونكشن بوينت في منتصف الايدج. يبقى احنا كده نرجع تاني نعمل كويك ريفيجن عن الموضوع اللي احنا اتكلمنا عنه. ان احنا يا باشمهندسين بنعمل حاجه اسمها الاسيت. الاسيت ده بيكون متعرف فيه بعض الريفرنس
عشان يساعدك ان انت تعمل لاي اوت بشكل سريع. يعني ايه لاي اوت؟ ان انا هستخدم اكتر من كونفاير جنب بعض عشان اعمل مصنع، اعمل يعني مساحه كبيره من الارض احط عليها كومبوننت بشكل سريع من غير ما اقعد اعمل ميت كل شويه واعيد الميت كل شويه. تمام. الموضوع ده طبعا لازم ان انت تكون مظبط الجهاز بتاعك ومظبط البرفورمانس بتاعك عشان تقدر الجهاز بتاعك يستحمل ان هو يعمل لارج اسمبلي، لان احنا دلوقتي هنقعد نزود الكونفايرز اكتر من واحد. انا هنا في الوضع ده هتدوس اوكي، وهيظهر عندك في الفيتشر مانجر ديزاين تري حاجه اسمها الببلشد ريفرنس، والببلشد ريفرنس دي اللي هو الجراوند بلين والكونكشن بوينت اللي انت ضفتها. وطبعا تقدر تعمل لهم رينيم، يعني مثلا ممكن تسمي ده الرايت فيس، ده الليفت فيس، ده مثلا الليج، براحتك زي ما انت حضرتك حابب تسمي عشان تبقى عارف يعني كل نقطة من دي فين بالظبط. طيب احنا عملنا كده اول اسمبلي في اللاي اوت اللي احنا عايزينه. انا معايا اسمبلي تاني برضو عايز اخليه اسيت، فتعالوا نعمل مينيمايز كده ونعمل ماكسمايز للموضوع ده. عايزين نخلي برضو ده من ضمن الاسيت، والاسيت دي عايزين نعمل لها كونكشن بالايدج دي. فاحنا هنيجي هنا على التولز، اسيت ببلشر، هنختار ان الجراوند بلين هو نفس الجراوند بلين، ونتاكد من الدايركشن. طبعا الكونكشن بوينت بتاعتي هتكون ليها علاقه بالفيس ده، والنقطه هتكون نقطه المنتصف في الايدج دي. على الوضع ده هدوس اد كونكتور، مش هعمل اي حاجه تاني غير ان انا هدوس اوكي. وكده الاسيت ببلشر بقى جاهز معايا في الاسمبلي ده كمان. هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا عايزين نعمل اسمبلي تاني يا باشمهندس في كل التفاصيل اللي احنا لسه عاملينها ده، ونبدا نجمع بقى كده الحاجات اللي احنا عملناها، لان احنا لحد دلوقتي بصراحه ما شفناش برضو ايه الفايده من فكره اسيت ببلشر. هقول لحضرتك ثانيه واحده معايا، هنيجي هنا نعمل اسمبلي جديد. وكل اللي حضرتك هتعمله هنا بقى ان انت هتعمل انسيرت للكونفاير. طبعا على الوضع ده هندوس اوكي بس عشان ينزل في نفس الديفولت بلينز. تمام. وطبعا نتاكد بس ان التوب بلين عندك هو نفس البلين اللي احنا عايزينه، لان احنا عايزين في المثال ده ان التوب بلين يكون يعني بيمس السطح اللي هو السفلي ده. تمام. يبقى احنا كده دلوقتي يا باشمهندسين نزلنا اول كومبوننت. طيب يا باشمهندس استفدنا احنا ايه برضو من فكره الاسيت ببلشر؟ بص يا فندم، حضرتك هتيجي تعمل انستنس جديده وتعمل دراج ودروب كده. اول ما تعمل دراج ودروب كده للانستنس الجديده هتبص تلاحظ ان بدا يحصل عندك كونكشن بوينت اللي هو الرابر باند ده هيبدا يظهر معاك عشان يقول لك ان في ريفرنس موجوده تقدر ان انت تكونكت الاثنين دول ببعض على طول. وطبعا تقدر تتحرك كده عند كل نقطه، هتبص تلاقي ان سوليد وركس بيحاول يشوف اقرب نقطه للكونكشن بوينت ويبدا يعمل لها ماجنتيك ميت زي ما حضرتك شايف. ولو انت حابب ان انت تعدل المكان النقطه دي، عندك الايكونز اللي ظاهره تحت في السوليد ووركس ان انت تقدر تدوس على حرف الجيم او الدال في الكيبورد. تمام. اللي هو اشكال الاقواس بالشكل ده عشان تبدا تتحكم في المكان اللي انت عايزه لو السوليد ووركس مش قادر يتعرف على النقطه اللي انت عايزها بالظبط او النقطتين اللي انت عايز توصلهم ببعض. تمام. فاحنا هنا يا باشمهندس احنا كل اللي عايزينه ان احنا نوصل النقطتين دول ببعض. هتعمل ايه؟ وانا دايس كنترول هعمل ريليس كده اوتوماتيك الكومبوننت هيلزق من النقطه اللي احنا كنا عايزينها وكل حاجه تمام وزي الفل. ولو انت رجعت في كلامك وحبيت تشد البارت ده تاني وتسيبه اوتوماتيك هيرجع مكانه تاني لانه معمول له ماجنتيك ميت من الكونكشن بوينت. لو انت عايز توقف الموضوع ده هتعمل له لوك للميت عشان ما يتحركش تاني معاك. هنبدا نضيف انستنس اكتر من انستنس تاني بشكل سريع زي ما حضرتك شايف. كل اللي هتعمله دراج ودروب وتريليز يعمل انسيرت، دراج ودروب وتريليز ويعمل انسيرت، دراج ودروب وتريليز وتعمل انسيرت. وطبعا تقدر تكمل زي ما حضرتك حابب الموضوع بشكل يعني سريع جدا، انت ما بتعملش اي حاجه. وطبعا في الحياه الطبيعيه او في الوضع الطبيعي انت كنت بقى تعمل ان الفيس ده والفيس ده يعني كوينسيدنت، وبعد كده تعمل كوينسيدنت للتو فيسز اللي هم على حرف السي وهكذا يعني. فكان الموضوع هياخد منك وقت. انت حرفيا بتعمل الموضوع ده اسيت ببلشر في كومبوننت واحد من الكومبوننتس سواء بارت او كومبوننت او اسمبلي، وهو اوتوماتيك يا باشمهندس بيبدا ان هو يكونكت الكلام ده بكل سلاسه زي ما حضرتك شايف. تعالوا نضيف الكومبوننت اللي هو التاني اللي احنا عملناه اللي هو الاوفر تيرنينج ميكانيزم. برضو نفس الموضوع، هو اوتوماتيك بيحاول يكاتش الاقرب نقطه انت عايزها. لو انت عملت ريليز او انسيرت اوتوماتيك هيتعمل له انسيرت في المكان الصح.
تعالوا نعمل لوك كده للميت ونبص كده، هتلاحظ ان هو عمل نفس بما ان ده الجراوند بلين والجراوند بلين واحد في الاتنين، عملهم ميت كده من المنتصف بتاع الايدج دي والمنتصف بتاع الايدج دي بشكل سريع. ما تعبناش في اي حاجه حرفيا، احنا كل اللي احنا عملناه ان احنا عملنا بس الاسيت بابلشر في الاول. تول جميله جدا، وتول بتخلي شغلك سريع وتقدر تعمل منها لاي اوت بشكل سريع. دي كل حاجه كنت عايز اقولها لكم النهارده يا باشمهندسين. اتمنى ان حضرتك تستفيد بالكلام ده، وما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام عليكم.